السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام حضراتكم بخير بمناسبة يوم 10 من رمضان. وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إن رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فاجعلنا في خواتيم شهرنا من الفائزين ومن المعتوقين. أيها السادة، فرض الله الصيام ليعلم الأمة تقوى الملك العلام، فقال لعلكم تتقون، وجعل الراحة من رحمته أن قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال جل وعلا ومن تطوع خيرا فهو خير له. وعلمنا أن دعوة المظلوم لا ترد، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك قال نبينا الكريم ثلاث لا يرد دعاؤهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شهر كريم فرض الله صيامه، وسن الرسول قيامه، ثم قال الحبيب النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر البركات والنفحات، شهر الإحسان والصدقات. لذلك قال المصطفى سيد الكائنات صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. أيها السادة، وبالأمس في الليلة الفاصلة بين الرحمة والمغفرة، ليلة 10 من رمضان، تتجلى إرادة الله عز وجل أن تبرأ روح والدنا الكريم الحاج ازدحمد رحمه الله، الحاج محمد أبو ازدحمد رحمه الله، تبرأ روحه إلى خالقها في ليلة كريمة من شهر كريم. وهذه هي الخواتيم. وإذ أتينا اليوم فلقد أتينا لنعزي الحاج علاء أبو فايز
والد القارئ الشيخ فايز علاء، وفضيلة الشيخ احمد محمد ابو زدحمد، والمعلم محمد سيد احمد او المعلم محمد ابو زدحمد. ونشارك ايضا القارئ المحبوب بادبه وخلقه شيخنا فايز علاء. اجتمع اهل القرآن من كل حدب وصوب، اتوا متنافسين متسابقين لاداء الواجب للاسرة الكريمة. فها هو شيخنا الكبير مؤسس المدرسة الراشدية بكفر أباظة، فضيلة الشيخ السيد محمد علي راشد، الذي ورد من بيته أعدادا للإذاعة المصرية. وها هو فضيلة القارئ وابن القارئ المحبوب والموهوب شيخنا سامي علي أيوب رحم الله والده. وفضيلة القارئ الشيخ حسن محمد طرطور، الذي من الامس وهو بجانب صديقه الشيخ فايز علاء، وكذلك شيخنا الكريم مصطفى السيد غنيم. لنبدأ جمعنا بإرادة ربنا وبنفحات من خالقنا وبرضا من نبينا في شهر صومنا، متضرعين الى الله تعالى بخشوعنا امام تلاوة القرآن. فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد يتفضل مشكورا ليفتتح لنا الليلة بصوته الندي وادائه الشجي وصوته القوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم
تحيتهم فيها كشجرة طيبة أصلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أصلها ثابت. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار من قبل أن
السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من
من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. دعاء عظيم دعا به خليل الرحمن إبراهيم، فكانت الإجابة من المولى الرحيم أن وهب له الغلام الحليم، وجعل له من بين أقدامه زمزما شفاء لكل سقيم، وجعل بيته الحرام مثابة لكل أثيم. من آيات سورة إبراهيم تلا علينا صاحب الأداء السليم والصوت الذهبي والندي والرخيم، فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد، مؤسس المدرسة القرآنية الراشدية بكفر أباضة، والبيت الذي ورد أعلاما وأعلاما للإذاعة المصرية. شاكرين لشيخنا وشاكرين لكل من شرفنا بالعزاء. ايها السادة، باسم اسرة الوالد الحاج محمد ابو ازدحمد، باسم الحاج علاء ابو فايز، وباسم الشيخ احمد محمد ابو ازدحمد، والمعلم محمد ابو ازدحمد، وايضا باسم القارئ العلم والمحبوب الشيخ فايز علاء، واحبه الجميع لادبه، شاكرا لكل من شرفنا هاهنا من كل حدب وصوب، وكل من سافر الينا من جميع الانحاء والارجاء، شاكرا للفراشة الكبرى احمد العمدة، والهندسة الكهربائية علاء سياد، والهندسة الاذاعية محمد السيد عبد الوهاب بشقاية الزقازيق، ومصورنا الكريم حمدي صلاح، ومقدم الضيافة اولاد الحاج محمد ابو حسن.
شاكرا لكل من شرف من اهل القرآن، شيخ السيد صلاح عمادي، شيخ محمود ابو غرابة، شيخ محمد سعيد حمادة، شيخ محمد ولا شيخ احمد محمد بدر. شاكرا ايضا لوالدنا الحاج محمد ابو صقر عمدة الخيس ابو حماد، وشاكرا للحاج سعيد ابو ابراهيم.